ازيكم يا شباب؟ دايما البداية من عند المصري القديم، ونظرة كل واحد فينا مختلفة عن التاني للأثر الواحد. هتلاقي نظرة فنية، نظرة تأملية، نظرة دراسية بحثية، ونظرة قدرت تجمع بين كل ده، لأنها مش بس شايفة الأثر، هي شايفة كل دقيقة عدت على الأثر ده، من أول ضربة فرشة ونقطة بداية فكر فيها المصري القديم لغاية ما وصل لنا بالشكل المبهر اللي احنا شايفينه دلوقتي. فتخيل بقى إن صاحب النظرة دي شايف أضعاف الجمال اللي عينك شايفاه، لأنها مش أي نظرة، دي نظرة مرمم. والأثر اللي جايين نتكلم عنه النهاردة هو أثر وصفه العلماء بموناليزا الفن المصري، ومن أول نظرة هتعرف هو ليه اتسمى كده. تعالوا نشوف مع بعض. من عصر الدولة القديمة تحديدا الأسرة الرابعة بنشوف لوحة أثرية مصرية عبقرية فنية مبهرة اسمها لوحة وزد ميدوم، واللي تم اكتشافها ضمن مقتنيات مقبرة نفرماعد ابن الملك سنفرو وزوجته إيتت في ميدوم. ليه بقى اللوحة دي بالذات اتسمت كده؟ بعيدا عن جمالها ودقتها والسيمترية الهائلة اللي فيها، إلا إن ألوانها الثابتة اللي أهمهم وأعرقهم الأزرق المصري، واللي يعتبر أول لون صناعي اخترعه المصري القديم. اللوحة عبارة عن كتالوج مفتوح لتكنولوجيا التلوين وتقنيات الرسم اللي بتدرس إلى يومنا هذا. شفتوا بقى إنها فعلا تستحق لقب موناليزا الفن المصري؟ وبكده أكون خلصت كلامي معاكم في أول سلسلة نظرة مرمم. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات تانية.